ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الراحلين عن النادي الاهلي والصفقات المحتملة اللي ان شاء الله باذن الله بنسبة كبيرة في صفقات هتيجي النادي الاهلي، اقل حاجة 3 او 4 صفقات خصوصا في الخط الخلفي، خط الدفاع تقريبا. طيب، الراحلين احنا سمعنا كلام كتير عن الشحات ان البنك الاهلي فيه مفاوضات وفي عرض خليجي تقريبا، وغالبا الشحات اصلا لو هيمشي هيجي له عرض خليجي، ممكن يبقى الامارات، ممكن العين يبقى محتاجه تاني، الله اعلم. بس غالبا الشحات هيمشي، قفشه وندفيد وخالد عبد الفتاح وعطية الله وحمدي فتحي. بس يا جماعة، وسمعت كلام برضه ان محمد هاني نادي يعني خورفا كان الاماراتي، برضه في كلام سمعته انه طالب محمد هاني، وتقريبا كان برقم 1.5 مليون دولار او 1.600.000 يورو، رقم معدي الرقم ده يعني. فكويس جدا يعني، نخلص بقى على طول. يا ريت يعني في الناس دي كلها الافضل انها تمشي حاليا. طيب، واحد زي الشناوي يا جماعة، ده لازم نشوف حل معاه. ايه هو الحل؟ الشناوي لازم الموسم الجاي يبقى بديل لشوبير، يبقى بديل لشوبير ده لو كان عايز يقعد في النادي الاهلي. مش عايز يقعد في النادي الاهلي ومش عاجبه، يبقى يتفضل مع السلامة مشكورا، ومتشكرين جدا على الوقت اللي قعدناه مع بعض والسنين اللي عشناها مع بعض. وحضرتك كنت كويس في فترات، وفترات تانية طلعت عينينا، بس اعتقد ان الشناوي كده كفاية، وشوبير لازم ياخد فرصة. كلنا مقتنعين وعارفين بموهبة شوبير، وانه حاليا افضل من الشناوي 10 مرات، رغم ان الشناوي خبرة اكتر، بس شوبير افضل بكتير وبمراحل. يا اما يقعد بديل لشوبير، يا اما يمشي. طيب، يا اما على الاقل خالص شوبير مثلا يقف في الدوري، الشناوي يقف في الكاس وافريقيا. يا اما على الاقل خالص خالص العكس. ما ينفعش يا جماعه شوبير، احنا كده بنموت لاعب واعد واسطوره في حراسه المرمى قادمه بقوه، علشان خاطر لاعب تاني مستوى، هنقول الفتره دي او بقاله سنتين اقل حاجه مستواه وسط خالص، مستواه وسط. محمد الشناوي مستواه وسط يا جماعه، يعمل ماتش كويس، يجي في ماتش تاني مهم جدا يضيعك، يبقى مستواه اقل من اقل حارس مرمى درجه رابعه. يبقى ما ينفعش يبقى حارس المرمى الاول للنادي الاهلي بالطريقه دي، ده الاكيد يعني. فالشناوي لو الكلام كده تمام وعايز يكمل في النادي الاهلي، لازم نشوف حل ان شوبير يبقى اساسي وهو بديل، او على الاقل كل واحد فيهم ياخد بطوله، واحد ياخد الكاس والدوري الابطال، وحد ياخد الدوري، علشان خاطر حرام شوبير يفضل قاعد يعني. طيب، الصفقات المحتملة اللي سمعت كلام كتير عنها، لاعب أحمد هاني باك يمين سيراميكا، وشكري باك شمال سيراميكا، برضو في كلام كبير قوي عنهم إن الأهلي خلاص تقريبا بيخلص فيهم. طبعا دول مش هيخلصوا بسهولة، لأن أنت هتاخد الباكين الأساسيين لنادي سيراميكا، فطبعا يعني هيبقى صعب شوية، هيبقى فيه فلوس كتير، ممكن يبقى فيه صفقات تبادلية بين الفرقتين. يعني معاملة الأهلي مع سيراميكا في الصفقات معاملة كويسة جدا أعتقد يعني، وممكن تخلص. سمعت كلام برضو عن احمد عيد عبد الملك، سوري، احمد عيد لاعب باك يمين المصري، احمد عيد الشاب باك يمين المصري. وسمعت كلام انه هيدخلوا الساعي في الصفقه دي مع المصري، يجيبوا احمد عيد ودخلوا الساعي في الصفقه، احتمال ندفع فلوس زياده، النادي الاهلي يدفع فلوس زياده. ماشي، هي الصفقات دي كلها كويسه، صفقات مش سوبر ولا توب التوب بالنسبه للفريق الافضل في القاره، والفريق اللي المفروض عايزينه يمثل القاره في مسابقات عالميه، يمثل مصر. احنا عايزين باك يمين وباك شمال يا جماعه على اعلى مستوى، دي الكره الحديثه، الكره الحديثه باك يمين وباك شمال على اعلى مستوى دفاعيا وهجوميا، ومصدر الخطوره معظمه الباكات في الفرق الكبيره. اقرب مثال فريق زي ريال مدريد، يعني كان موسمه اللي فات كان كارثي كارثي ومخيب للامال بسبب ضعف الباكات بتاعته، وكان دايما الشكوى منهم ودايما اللعب عليهم. باكات مستواها يعني في المباريات عموما ضعيف جدا ضعيف جدا، والمشاكل كلها بسببهم، وضعيفه هجوميا ودفاعيا، يعني ضعيفه في الهجوم والدفاع. في الهجوم ما فيش الزياده العدديه، ما فيش التحركات، ما فيش الباصات، ما فيش العرضيات. وفي الدفاع بسهوله جدا الكور بتتضرب في ظهرهم، وبسهوله جدا العرضيات، اي حاجه يعني. الباكات كانت ضعيفه جدا في ريال مدريد يعني. فانا شايف ان الباكات دي لو هتخلص للنادي الاهلي، شايف ان على الاقل باك من الاثنين يبقى صفقة يعني أفريقية، أو باك يبقى لعيب محترف قوي. لازم يبقى عندنا باك قوي.
مفيش مشكله، شكري كويس يعني، ممكن نجيب شكري عادي ناحيه الشمال، لكن عايزين باك يمين كويس جدا. باك يمين كويس جدا ده المطلوب. محتاجين برضو، انا شايف ان احنا محتاجين مش قلب دفاع واحد، محتاجين اتنين. لو مش هنجيب خالص مفيش مشكله يبقى واحد، بس واحد قوي جدا، لازم واحد قوي جدا. وبيقول لك برضو يعني ريفيرو طالب قلب دفاع لاعب واعد، ويكون سريع وبيعرف يلعب الكور الطويله، هادي على الكوره، بيعرف يلعب الكور الطويله. هو مش عايز لعيب ديستروير بيكسر وبيلتحم وكده، هو عايز اكتر حاجه لعيب فنان ورا، عامل زي لعيبه خط الوسط، لعيب كده بيوزع لعب صح، بيلعب كور طويله صح، تدخلاته كويسه. عايز لعيب سوبر زي محمد عبد المنعم طبعا، يعني كلنا فاكرين محمد عبد المنعم، ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله، ويرجع بالف سلامه. وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي طبعا في الصفقات وفي الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. وشكرا يا جماعه انكم سمعتوني، والسلام عليكم.